بعد 16 سنة من عرض الجزء الأول، جزء تاني من فيلم غبي منه فيه وتعليق إيمي طلعت زكريا على الخبر. بس في البداية أتمنى عيني ده اتصدم. كشف المنتج راني مسحال إنه قريب جدا هيبدأوا في تصوير الجزء التاني من فيلم غبي منه فيه، ده بعد ما عدى 16 سنة على عرض الجزء الأول، واللي حقق نجاح كبير جدا وقتها بين الجماهير، لأن الفيلم احتوى على مجموعة كبيرة جدا من المشاهد الكوميدية اللي جمعت بين الفنان طلعت زكريا وهاني رمزي والفنان حسن حسني. وقال المنتج راني مسحال إن تصوير الفيلم هيبدأ في نص شهر نوفمبر اللي جاي إن شاء الله، ودلوقتي أسرة الفيلم بتحاول إن هي توصل لحلول لقصة الفيلم عشان تكون مناسبة بسبب وفاة الفنان الكوميدي طلعت زكريا والفنان حسن حسني، واللي كانوا جزء أساسي جدا من نجاح الفيلم. الفيلم هيكون من بطولة الفنان هاني رمزي وكمان طبعا الفنانة نيلي كريم والمخرج رامي إمام. راني أكد كمان إن الفيلم هيكون قصة جديدة جدا عشان تدور البطولة حوالين عدد من الأبطال، وده اتجاه جديد جدا للأفلام عشان تكون البطولة جماعية ويكون فيه أكتر من بطل. غبي منه فيه الجزء التاني هيكون من تأليف أمين جميل وإخراج سامح عبد العزيز، وهيكون من أبطال الفيلم النجم خالد الصاوي وحمدي المرغني. أما النجم هاني رمزي أكد إنه لحد دلوقتي ما تعاقدش على الجزء التاني من فيلم غبي منه فيه. هاني حدد وقال إن الشرط الوحيد عشان يقدم العمل هو السيناريو، لازم يكون أفضل من الجزء الأول واللي حقق نجاح كبير جدا بعد ما نزل في السينمات من حوالي 16 سنة. أما بقى الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا قالت إن فكرة الجزء التاني من فيلم غبي منه فيه اللي شارك في بطولته باباها الراحل طلعت زكريا والفنان القدير الراحل حسن حسني هتكون صعبة جدا من غيرهم. ونشرت إيمي صورة على الانستجرام أكاونت وقالت الفيلم اتعرض من 16 سنة، وسألت الفولورز بتوعها عايزة رأيكم في غبي منه فيه الجزء التاني، تفتكروا هينجح؟ يهمني رأيكم وربنا يوفق الجميع. احنا كمان بنضم صوتنا لصوت إيمي وبنسأل هل لو اتنفذ الجزء التاني من الفيلم هينجح ولا لأ؟ وكمان تفتكروا مين يعوض غياب الفنان الكبير طلعت زكريا والعظيم حسن حسني؟ مستنين رأيكم، قولوا في الكومنتات. اشتركوا في قناتنا عشان يوصل لكم كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، واستنونا في فيديو جديد.